لو زهقتوا من حشوات القطايف وكمان المكسرات بقت أسعارها خيالية، جربوا بقى الحشوة الجديدة النهاردة، حشوة لذيذة جدا جدا. يلا نشوف القطايف كمان، احنا مش هنقليها في الزيت، احنا هنعملها في الفرن. فبصوا بقى، حاجة من كل الجوانب كده، موفرة وجميلة جدا وصحية كمان. بنحاول نقلل السعرات قدر الإمكان. يعني لو انت بتعملي دايت ولا حاجة، ممكن تقللي السعرات انك تقللي الزيت، حتى لو هتاكلي حاجة حلوة. يلا نشوف القطايف النهاردة الحشوة بتاعتها ايه وسويناها ازاي. الحشوة بتاعتنا النهاردة هي حشوة العجوة. هنجيب كده البلح التمر اللي احنا بنفطر بيه ده. جبت كده شوية كده، فصصتهم وحطيتهم في الطاسة، حطيت معاهم معلقة من الزيت. هقلبهم بس كده يطروا شوية، وأول ما تبدأ تطرى خالص ويتهرسوا كده، هحط معاهم كده معلقة من السمنة أو زبدة، زي ما أنا حطيت كده زبدة بلدي. تديها طبعا ريحة وطعم حلو جدا جدا. هقلبها بقى لحد لما كل ده يتهرس كويس جدا وتبقى ناعمة كده، واحط عليها كده رشة قرفة اختياري. ممكن تزودي مكسرات، ممكن تزودي اي حاجة انت عايزاها، لوز، عين جمل، عندك بقى اي حاجة. طبعا احنا مش هنحط بقى الحاجات دي، احنا اصلا زهقنا والمكسرات غالية، فاحنا مش هنحط الحاجات دي، هنكتفي بالتمر بس. انا عندي القطايف دي فكانت بايتة، فانا هعملها كده علشان لو عملتها بالطريقة التقليدية هتتكسر مني. فانا حطيت كده اتنين على بعض، فتقدروا بقى تسموها قرص، تقدروا تسموها قطايف، زي ما انتوا حابين خالص. حشيتهم بقى زي ما انتم شايفين بالشكل اللي انتم شايفينه ده، كانت حشوة جميلة جدا. وكمان التقفيلة دي حلوة قوي، ممكن تعتمديها لو بتعمليها بأي حشوات، سواء حلو أو حادق، هتبقى حلوة قوي معاكي الطريقة دي في الحشو. خلصت الكمية كلها، النص كيلو عمل لي الكمية اللي انتوا شايفينها دي. فاضل بس آخر واحدة، ما كانش ليها أخت يعني، فعملتها بالطريقة العادية دي، كانت أصغر قطفاية في الطبق. يعني عقلة صباع كده، لما قفلتها كده كانت قد عقلة الصباع زي ما شفتوها معايا في بداية الفيديو. جبت القطايف بتاعتي وجبت الصاج بتاعي بتاع الفرن. رصيت القطايف، رشيت عليها بالبخاخ الزيت كده، رشة زيت من الجهتين. عايزة بقى تشغلي الفرن، لو عندك بيشتغل فوق وتحت مع بعض شغليه، عندك زي كده بيشتغل فوق لوحده وتحت لوحده. انا شغلت الشواية بس بصراحة، ودخلتها الفرن. اول ما خدت لون من الجهة الاولانية قلبتها على الوش التاني، خدت لون برضو وطلعت تحفة، ولونها جميل جدا ومحمرة ومقرمشة. وبرضو درجة اللون دي ترجع لك، عايزاها غامقة عايزاها فاتحة، هي بتطلع بصراحة مقرمشة وجميلة جدا، وما بتاخدش وقت كمان. وما خدناش زيت وما هدرناش زيت وما كلناش زيت وزودنا سعراتنا. عندي هنا شربات، انا كنت عاملاه وحطاه في التلاجة. جبت كده الشربات وابتديت ان انا اسقي كده القطايف، برضه حاجة بسيطة كده يعني، مش كتير، وهي اصلا العجوة بتاعتها مسكرة. فاحنا مش عايزين نكتر سكريات. ودي كان القطايف بتاعتي النهاردة، يا رب تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والكومنت.